قبل ما نبتدي الفيديو ده لازم تعرفوا حاجة، ان الفيديو ده مش حكايات انا مألفها او كلام افلام. الفيديو ده عبارة عن قصص حقيقية، ناس قالوا ان هم عاشوها بعد ما قابلوا حاجة مش من عالمنا، غيرت حياتهم تماما، حولتها 360 درجة بعد ما قابلوا الجنية العاشقة. النوع ده من الجان مش بيظهر لأي حد، ده بيختار ضحاياه بعناية فائقة. غالبا بيكون شخص وحيد حزين أو نفسه إن هو يتحب. ممكن إن هي تحبه بطريقتها، بطريقة بتبتدي بنعومة وهدوء وبتنتهي بإن الشخص ده بيهلك تماما. فلو قلبك ضعيف أو بتخاف من الليل ما تكملش الفيديو ده لوحدك. يلا نبتدي. خلونا نبتدي بأول قصة معانا. الناس بتسميها قصة حسام. حسام كان شاب تلاتيني شغال في محل في وسط البلد، شاب بسيط بيبتدي يومه في هدوء وينهيه في هدوء، لحد ما جرت حاجة غيرت حياته. في ليلة ابتدت زي أي ليلة بس نهايتها غيرت حياته كلها. كان ماشي في شارع جانبي مروح من شغله، هناك قابل بنت لبسها كان بسيط وشكلها عادي. ابتسمت له وقالت له أنا ساكنة قريب من هنا، ممكن نتكلم شوية؟ هو اتكلم معاها. هو كان شاب بسيط وغلبان وكان وحيد، وهي كان شكلها ان هي هادية وبني ادمة كويسة جدا. ابتدى ان هو يتكلم معاها ونشأت ما بينهم علاقة غريبة. كانوا بيتقابلوا كل يوم تقريبا في نفس المكان ونفس الميعاد، لحد ما عدى اسبوعين بالظبط. بعد كده ابتدت مامته ان هي تلاحظ عليه حاجات غريبة. ابتدى ان هو يبقى شاحب وصوته واطي، ابتدى ينسى حاجات كتير، مفاتيحه، مواعيده، تفاصيل كتير ابتدى ان هو ينساها عن حياته بشكل غريب. ولما في واحد صاحبه سأله قال له هي بتحبني بس هي عايزة تاخد مني حاجة. في الأيام اللي بعدها بدأت علامات غريبة تظهر عليه، زي خدوش وخرابيش على ايده ورجله، كأنه بيتخانق مع حد وهو نايم بشكل مش مفهوم. في واحد من الجيران شافه في يوم الساعة 3 الفجر وهو ماشي لوحده، راح ناحية شجرة قديمة موجودة في آخر الشارع، في مكان الناس عارفة من زمان إن هو مسكون. من بعد كده ابتدى الموضوع يسوء أكتر. حسام بقى بيسمع صدى صوتها في ودنه طول الوقت، بيشم ريحتها في البيت وبيشوف ظلها واقف وراه في المراية. بعد كده لقوا ورقة مكتوبة على باب أوضته بخط غريب، مكتوب عليها هي تحبه إلى أن يهلك. بعدها بفترة حسام اختفى تماما وما بقاش حد عارف هو فين ولا ايه اللي حصل. بس في ناس من الجيران بيقولوا ان هما بيشوفوا بنت عند الشجرة دي في بعض الليالي الساعة 3 ميعاد ما هو كان بيروح، والبنت دي بتتحرك حركات غريبة وفيها نفس الوصف اللي حسام كان بيحكي. القصة الجاية دي بقى اتقالت على لسان شاب اسمه وليد، اللي كان بيحكيها وهو مش مصدق خالص اللي حصل له واللي شافه. وليد كان ساكن في شقة لوحده جديدة، وكانت حياته ماشية هادية وطبيعية جدا، لحد ما بدأ يظهر له كوابيس ببنت شكلها حلو جدا بس بتظهر له كل يوم، نفس الريحة، نفس الوش، نفس الصوت، نفس كل حاجة. كل يوم بتقرب منه أكتر في الحلم، لحد ما في يوم صحي على صوتها وهو سمعه في الحقيقة في المطبخ بتنادي عليه وليد، وليد أنا هنا. ولما قام وهو خايف ومفزوع وقرب من المطبخ ودخل، شاف نور بسيط داخل من الشباك وريحتها كانت مالية المكان. لما تدور هو شافها فعلا نفس الشكل اللي بيشوفه في الحلم بالظبط، مفيهاش اي حاجة متغيرة، نفس الصوت ونفس كل حاجة. عينيها كانت سودا سواد كأنه بيمص الضوء اللي موجود في المكان كله. ابتدى من يومها ان هو يشوفها في كل وقت، مش في الحلم بس، بقت ملازماه طول حياته. غريبة ان وليد اتعود عليها في حياته، كان بيقضي معاها الساعات، يفضل قاعد معاها يحكي لها عن حياته وعن شغله وعن مشاكله، وكان بيقعد يضحك معاها كأنه قاعد مع شخص أو كيان عادي خالص. بس الناس كانت شايفاه ان هو بيتكلم مع نفسه، ماشي لوحده، بيعمل كل حاجة لوحده.
حتى قاعد بيتكلم مع كرسي فاضي وبيضحك معاه. وليد كان دايما بيقول إن هي بتحبه وبتحميه وبتغير عليه. في مرة من المرات واحدة من زمايله في الشغل حاولت إن هي تقرب له وتتكلم معاه. البنت دي في نفس الليلة شقتها ولعت. الشرطة سجلت الحادث إن هو ماس كهربائي، بس وليد كان فاهم وعارف الحقيقة ايه. مامته مرة جت تزوره في البيت، شمت ريحة غريبة، قالت له في ريحة غريبة هنا كأنها ريحة بخور تقيل. يومها هو رد عليها بمنتهى الغضب وقال لها هي ما بتحبش حد يتدخل ما بيننا. ولما جابت له شيخ علشان يقرأ عليه، أول ما ابتدى يقرأ ابتدى إن جسمه كله يتشنج ويطلع منه صوت أنثى وضحكات أنثى باردة. ساعتها الشيخ قال كلمة واحدة، قال دي الجنية العشرة. بعد كام جلسة الأمور ابتدت تهدى شوية. البنت اختفت، بس بعدها بشهر واحد رجعت له تاني في الحلم. قالت له أنا مش همشي بعيد، أنا هفضل معاك لحد ما تموت. وبعدها بفترة اختفى وليد هو كمان. والجيران بيقولوا إن هما بيسمعوا الأنوار بتاعت الشقة دي وبيشوفوها وهي بتنور وتطفي لوحدها، وبيسمعوا أصوات لبنت بتضحك. وأي حد حاول إن هو يعيش في الشقة دي من بعدها كان بيحلف إن هو بيشوفها في الحلم في كوابيس متكررة زي اللي كان بيحصل مع وليد. القصص دي مش مجرد حكايات أو أساطير، دي حكايات فعلا ناس عاشتها متوثقة. الجنية العاشقة مش وهم، مش كائن بيدور على الحب وخلاص، دي روح بتتعلق وبتتملك وبتتحكم وفي بعض الأحيان بتأذي. خلوا بالكم لو حلمت في مرة بواحدة بتنادي عليك في الحلم بصوت رقيق وبتقرب منك أكتر وبتشوفها بشكل متكرر وبتحس إن هي معاك بالحقيقة، خلي بالك لأنها ممكن تكون الجنية العاشقة. أنا مستني أسمع منكم قصصكم. لو في حد فيكم عاش حاجة زي دي ياريت يكتبلي في الكومنتات. شاركوني اللي انتوا عشتوه واستنوا الملف الجديد مع الرابط. إلى لقاء قريب مع ملف جديد مع الرابط.